لما كل الأعمدة اللي كنت ساند عليها تقع، بتفتكر إنك خلاص انتهيت، بس الحقيقة إن اللحظة دي هي بداية بنائك الحقيقي، لأنك لأول مرة هتبني على نفسك مش على الناس. الصرح الداخلي ما بيتبنيش بدعم من بره، بيتبني لما ربنا يهد كل اللي كنت متكل عليه عشان تتكل عليه هو بس. يمكن تكون خسرت ناس أو فرص أو أمان كنت فاكره ثابت، بس اللي فضل بعد الهدم ده هو أنت، وأنت كفاية. الصرح ده بيتبني بالصبر، بالهدوء، بالصدق مع نفسك. كل وجع علمك طوبة، كل خيبة علمتك درس، وكل دمعة كانت اسمنت بيقوي الأساس. ومرة على مرة تكتشف إنك ما كنتش محتاج الأعمدة دي أصلاً، لأن ربنا كان بيعلمك تبقى صرحك بنفسك، مش امتداد لحد تاني. خد وقتك، ما تستعجلش. البناء الداخلي بياخد وقت، بس بيعيش العمر كله. وافتكر، الهدم كان رحمة مش عقاب، لأن اللي اتبنى بعده أقوى وأصدق. الدرس ده هو جزء من الإطار الكامل للبروفا دي اللي بنشاركها مع بعض. يا رب تكونوا استمتعتوا. ما تنساش تعمل متابعة وتشترك في القناة عشان لسه عندنا كلام كتير. وشاركني إيه أول حاجة قررت تبنيها جواك من جديد. في كل بروفا كلمة، وكل كلمة حياة. دي كانت بروفة حياة.